سفيان رحيمي من قلب المعاناة والفقر إلى ماكينة تهديفية. هذا اللاعب اللي كيتمنى أي فريق يكون عنده في الفرقة واخا يشري بالزبالة هاد الفلوس. ولد البطولة المغربية اللي كان البارح كيتألق مع الرجاء البيضاوي، اليوم كتقلب عليه أندية كبرى في السعودية وفي أوروبا اللي شافوا المستويات اللي كيقدم والأهداف العالمية اللي كيسجل. وكاين الدابا اللي ما مصدقش أن هذا اللاعب العالمي منتوج محلي من البطولة المغربية. في آخر مباراة لعبها مع المنتخب المغربي ومن أول لمسة سجل وفرح الجماهير المغربية. شحال حنا كنغوتوا عندنا عقم هجومي في المنتخب المغربي، ولكن ملي جا سفيان رحيمي اطمأنت الجماهير المغربية، خصوصا ان المغاربه تبعوه وتفرجوا فيه مع العين الاماراتي في بطولة اسيا. ملي تألق فيه سفيان رحيمي ودا اللقب ودا افضل لاعب ودا هداف البطولة، المغاربه ديك الساعة قالوا صافي هذا هو اللي كان خاصنا في المنتخب المغربي. واغلبية الشباب المغاربه خداو سفيان رحيمي كقدوة، حيت بدا من البطولة المغربية ودابا كتنافس عليه فرق عالمية باش تفوز بالخدمات ديال هذا اللاعب، حيت كيشوفوا فيه واحد الولد اللي تقاتل وما استسلمش باش يحقق الطموح والاهداف ديالو. ومن والو بين للعالم سفيان رحيمي شكون هو، حيت عنده في رجليه وما كيتسناش شي واحد اللي يعاونو ولا اللي يوقف معاه. الله يعاونك اخويا سفيان.